في المركز الرابع، لكن شرفتم كل المغاربة والجميع سعداء بما حققتم. هل أنتم راضون على هذا المركز الرابع أم كنتم تتمنون أكثر وأحسن؟ لا، احنا كنا كنتمناو اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب، لما لا، نظرا للمستوى الكبير اللي ظهر به المنتخب المغربي. اليوم دخلنا المقابله على هدف واحد، هو احراز ميداليه اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجايه مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هذه الجائزه، ولكن كنظن بان بدايه ديال المقابله اليوم ما بديناش مزيان على غير العاده. ولكن الحمد لله، حتى واحد ما كان كيتوقع ان المنتخب المغربي غادي يبدا البطوله من الاول ديالها وغادي يمشي حتى لاخر يوم ديال البطوله. كنظن هذا الشيء اللي درنا انجاز اللي هو كبير. الان ما باقي ما حسيتش بهذا الشيء اللي درنا، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هذا الانجاز الكبير اللي داروا المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي فيديو، صراحه الفرحه الكبيره ديالنا هو اننا ملي كنشوفوا ناس كبار، ناس مراد، ناس دراري صغار كيبكيو. هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله. بالنسبه لي انا غادي نهضر لك على واحد الحاجه اللي شخصيه. كنظن من هنا 4 شهور ولا هذا كنت كنفكر انني نحبس الكره. الشكر الكبير كيرجع لهذا السيد اللي كان اللي خلاني واحد من بينات الابطال اليوم، اللي اليوم كيشرفوا الرايه ديال المنتخب الوطني. دزت من فتره صعيبه، ولكن ربي دائما كيعاودك بشي حاجه اللي مزيانه. الايمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائله ديالي الكبيره ولا الزوجه ديالي كان مهم في واحد المسار ديال الحياه ديالي. انا اليوم اكثر انسان سعيد لانني دخلت التاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر اي واحد وقف معايا في هذيك الفتره، لانني كنت محتاج سافري، لانك ماشي ساهل كتنعس بالليل كتفكر واش غدا غادي تصبح تشوف ولدك ولا لا. هادشي كنت كنعيش، ولكن حتى واحد ما قدرت نقوله ليه، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي ولادي. ولكن ربي كبير الحمد لله. انا اليوم كنتزوج مع بلادي. شرف لي انني اليوم من بين هذا الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في هذا الانجاز اللي كبير. لاعبين، ستاف، جامعه، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني. والحمد لله. فخورين بكم، فخورين. يخليك خويا امين. شكرا ما نساوش شكرا لدوله قطر على هذا التنظيم الكبير الصراحه اللي شرف كل العرب. ملاعب في المستوى، اماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظره خايبه على قطر. اليوم كنظن بان الكل غير رايه. احنا كنفتخروا بان احسن كاس العالم داز. شكرا جزيلا. عودة اليكم من جديد بعد التصريح المؤثر لبدر بانو. هذه دموع غالية علينا جميعا. بدر وكل اللاعبين يجب أن يرفعوا رؤوسهم عاليا وعاليا جدا. ما حققوه يدعو للفخر في كأس العالم هنا في قطر، أليس كذلك؟ أكيد هو إنجاز كبير، ونحن مفتخرين بهذا الجيل، بهذا المنتخب. وصراحة ما قدموه فهو فوق كل التطلعات صراحة. بإيمان، بشجاعة، بقدرة على تفوق على التعب في بعض الأوقات، لأن واجهوا منتخبات صعبة جدا، صعبة للغاية. لذلك فإنجاز كبير. نتمنى أنه يتكرر من المغرب أو من منتخبات أخرى عربية إن شاء الله. بالتأكيد. شكرا لك. متابعة التغطية ستكون من خلال ردود الأفعال خارج الملعب مع الجمهور. ننتقل إليه مباشرة مع نافع بن عاشور. نافع.